مساء الخير عليكم. بص، لابس انا نضاره مربعه واحده مدوره. عارف زي اللي بيحصل بالظبط في السوشيال ميديا، مره تبقى مربعه ومره تبقى مدوره. اراء الناس مش طبيعيه. دلوقتي الناس بتقول لي انت انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتقارن بين الكونفدراليه ودوري الابطال، بتقول يعني ان الكونفدراليه اقوى. انا عمري في حياتي ما قلت ان الكونفدراليه اقوى. كنت بطلع في البرامج بقول ان الكونفدراليه ضعيفه، وان البطوله السنه دي اضعف من قبل كده، لان هي كان من المفترض ان اللي بيخرج من دوري الابطال بيتحول للكونفدراليه اما بيخسر. يعني المره دي ما حصلش، تمام. لكن في نفس الوقت ما بافورش بقى، يعني ما بقعدش اقول مثلا ايه الكونفدراليه دي مراكز شباب، ايه يا عم دريمز الغني ده، يعني فاهم قصدي؟ واقعد بقى اقول لي دوري ابطال افريقيا الرهيب الفظيع الخطير. لا، القصه مش كده خالص. يقول لك دريمز الغاني. طب ما انت النادي الاهلي كان معاه مين؟ ميدياما الغاني. يعني انت محسسني مثلا ان كان معاك ريال مدريد في مجموعتك، ما كان معاك ميدياما الغاني يعني. وده دريمز الغاني، الاتنين ما حدش عارفهم اساسا. نمرة اتنين، الكونفدرالية فيها نهضة بركان، فيها الزمالك، فيها فيوتشر، فيها اتحاد العاصمة، فيها الافريقي التونسي، فيها فرق كويسة. ابو سليم اللي الناس بتتريق عليه يعني. طب على اساس مثلا بطل الدوري فين؟ في اهلي طرابلس طلع من دور ال 32 اعتقد في دوري الابطال. و يعني عادي، يعني عادي. انت معاك مين فرق؟ معاك سيمبا، معاك يانجا افريكانز، معاك كان الهلال السوداني، معاك النجم الساحلي. كل الفرق دي ماليا في فرق منها وقعت. النهارده الوداد ما صعدش ليه؟ عشان رئيسه اتحبس ومبقاش فيه فلوس. النهارده ليه بطل افريقيا الساحل العاج عندها اسك ميموزا بس ابتدى يفوق شويه، لكن فين بطل؟ فين سيوا سبورت اللي وصل النهائي مع الاهلي في 2014 2013 حاجه زي كده، او 2012 مش فاكر. فانت ليه بتقلل من الكونفدراليه وبتعلي قوي في دوري الابطال؟ الكونفدراليه بطوله ضعيفه ودوري الابطال بطوله ضعيفه. الكونفدراليه اضعف من دوري الابطال اكيد يعني. دوري الابطال اللي فيها ميزه ان بطل الدوري هو اللي بيشارك، ان فلوس جامده فيها اعلى من الكونفدراليه، ان بمؤهله كاس العالم للانديه. لكن احنا لو شفنا اخر 5 سنين مثلا في السوبر الافريقي هتلاقي نهضه بركان كسب، الزمالك كسب، الاتحاد العاصمه كسب الاهلي. حتى الاهلي ما لعب مع الرجاء كان الرجاء كسبان لغايه الوقت الضايع، لغايه ما محمد طاهر جاب التعادل، والاهلي كسب بالعافيه السوبر افريقيا على حساب الرجاء بركلات الجزاء الترجيحيه.